يعني عارف يعني دي اكبر دليل انك هتمشي بشريط بنادول في الخمسينات، ده عشان انت بتقعد غلط. فلو بتقعد كده او كده او كده، خليني اقول لك انك في خطر. وانا عارف انك سمعت الكلام ده كتير. اقعد عدل، افرد ظهرك، ارفع رقبتك، نزل رجلك. بس عمرك سالت نفسك ليه بنقعد نعيد ونزيد في الكلام عن القعده الصح؟ لان ببساطه الوضعيات الغلط دي بتضغط على جسمك. ضغط مش باين دلوقتي، لكن مع الوقت هيسيب اثر. بيعود جسمك على وضع مؤذي جدا، بيكون صعب تتخلص منه بعد كده، وهتقضي بقيه عمرك حاسس انك عايز تفرد ظهرك. لو كان الموضوع على قد ظهرك بس، ما كناش عدنا وزدنا في الكلام عنه. بس للاسف الضرر بيطول حاجات تانية كتير، رقبتك وكتفك ودراعك ورجلك كلها. كمان بيقلل من مرونه جسمك وجوده حركه المفاصل. قلقتك؟ ما تخافش، روشته عندي. انا مش هقول لك الحل انك تقعد ازاي، لانك اكيد عارف، وعدى عليك بدل الفيديو 10 يقولوا لك تقعد ازاي. بس هقول لك حاول قدر المستطاع تقرب من الوضع الصح، كل ما تلاحظ ان قعدتك غلط. ولو مش هتعرف تلتزم بيه طول الوقت، وده طبيعي، ظبط تايمر جنبك يرن كل 20 دقيقه. اول ما يرن قوم، افرد ظهرك، لف كتافك، حرك رجليك. ولو تقدر اشتغل 10 دقايق وانت واقف، خلي ظهرك فيهم مستقيم، وبعد كده ارجع اقعد تاني. جالك تليفون؟ ما تردش وانت قاعد، خده وانت بتتمشى. مكتبك لو هو واطي ارفعه، مش لازم انت اللي تفضل تنزل. ولو بتتفرج عليا دلوقتي وانت قاعد غلط، اعدل قعدتك واستنى الريل الجاي. ودمت دايما في حركه وصحه.